سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في البنوك، وشوف وصل كام. سعر الدولار الأمريكي النهاردة في البنوك المصرية عمل حركة مهمة بنشوفها في التعاملات النهاردة الأربع 21 يناير. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك البركة والبنك العقاري المصري العربي. الدولار وصل في البنوك دي ل 47 جنيه 44 قرش للشراء، 47 جنيه 54 قرش للبيع. في بنك الاسكندريه سعر الشراء وصل ل 47 جنيه 39 قرش والبيع 47 جنيه 49 قرش. اما في بنك كريدي اجريكول السعر كان قريب جدا من البنوك الثانيه، 47 جنيه 40 قرش للشراء و47 جنيه 50 قرش للبيع. يعني باختصار الدولار بقى تقريبا بيتراوح ما بين 47 جنيه و40 قرش و47 جنيه و54 قرش في اغلب البنوك. رقم ثابت نسبيا لكن بيتحسن عن الايام اللي فاتت في يناير، وده بيتماشى مع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق العالمي اللي وصل ما بين 47 جنيه 45 قرش و47 جنيه 47 قرش حسب المواقع العالميه لتحويل العملات، اللي بتديك نظره واسعه شويه عن الاتجاه العام لسعر الدولار. الانباء الاقتصاديه بتقول ان الساعات اللي جايه ممكن نشوف تغيرات طفيفه في الاسعار حسب اداء السوق، وده بيجي من محاولات استقرار الاقتصاد والسياسات الماليه اللي الحكومه بتشتغل عليها.